السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد على الأمة الإسلامية وعلى الأصدقاء والأحباب، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا شايفين الضجة اللي حصلت من امبارح بعد خسارة النادي الزمالك 2-1 من المصري، وطبعا ضجة وظلم تحكيمي ويا جماعة، هو في ايه يا جماعة؟ الزمالك مش أول ماتش يعني يخسروا يا جماعة الدوري ده، يعني الزمالك خسر كذا ماتش. وطبعا احنا بنتكلم، طب ما الزمالك لسه كسبان سيراميكا، وكان المفروض الزمالك في لعيب في نادي الزمالك يطرد ومحدش يتكلم، والماتش عدى وكسبتوه. طب مش معنى الماتش ده يا جماعه اللي ظلم تحكيمي بقى وفساد والكلام ده ليه يا جماعه؟ يعني طب ما الاهلي بيتعادل ويخسر بمشاكل تحكيميه، والزمالك اهو برضه خسر امبارح زي ما بيقولوا مشاكل تحكيميه، بس انا شايف مفيش مشاكل تحكيميه. يعني الكوره صعبه، هي كوره صعبه جدا يا جماعه، اللي هي تعرف هي جوه ولا بره. بس يعني انا مش شايف في مشاكل تحكيميه كبيره قوي في ماتش الزمالك امبارح اللي تؤدي الى يعني الضجه دي كلها يعني. فانا شايف طبعا وان الزمالك بينزل بيان احنا مش هنلعب ماتش الاهلي غير اما الاهلي يلعب مؤجلات. طب ما الزمالك عنده مؤجلات يا جماعه، يعني الاهلي عنده 4 مؤجلات من الدور الاولاني، طب ما الزمالك عنده 3 مؤجلات برضه، يعني الفرق بينهم ماتش. يعني طب وايه اللي جاب ماتش الاهلي للخساره بتاعت امبارح للمؤجلات؟ حاجات غريبه كده بتحصل يا جماعه، انا مش عارف ايه. بس انا شايف في ضجه كبيره طبعا على ماتش الاهلي على الزمالك والمصري امبارح، وانا شايف ضجه يعني ماتش عادي، الزمالك خسر ويعني عادي، يعني ما الاهلي بيخسر ويتعادل والزمالك بيخسر ويتعادل والدنيا بتمشي يا جماعه، مش عارف ايه يا جماعه. المهم يا جماعه، النهارده في ماتش مهم طبعا للنادي الاهلي، ماتش مع الاتحاد النهارده الساعه 7، ماتش قوي جدا لنادي الاهلي. وبرضه نتكلم على التشكيل المتوقع لنادي الاهلي النهارده. طبعا دخل في القائمه محمد هاني، ودخل اكرم توفيق. تشكيل متوقع طبعا ممكن حراسة المرمى الشناوي، عندك محمد هاني يرجع طبعا باك يمين، عندك ياسر او رامي، وجنبهم محمد عبد المنعم وعمر كمان ناحية الشمال، عندك في خط النص كوكا ومروان وامام عاشور. وفي كلام ممكن يريح امام عاشور يلعب قفشه، يعني لسه هنشوف هو هيلعب قفشه ولا هيلعب امام عاشور. عندك قدام حسين الشحات ممكن ناحيه اليمين، ناحيه الشمال ممكن يلعب احمد عبد القادر النهارده اساسي، وقدام محمود كهربا بدل موديس يا جماعه، عشان موديس خلاص انا جبت اخري. موديس كده كفايه عليه او كده في النادي الاهلي. انا مش عارف كولر لحد دلوقتي مقتنع بموديس ازاي، انا مش عارف. الماتش اللي فات عمل يعني الواحد مش عارف يتكلم، يعني هو كرهنا في موديس الصراحه يعني. يعني انا شايف موديس كفايه عليه قوي قوي كده في النادي الاهلي. وسام ابو علي خلاص الحمد لله الحمد لله، بيقول لك رجع طبعا التدريبات الجماعيه بدا يخش، ان شاء الله الماتش الجاي او بقى ماتش الزمالك يبدا يلعب. فالاهلي يكمل بوسام ويكمل بمحمود كهربا، وموديس كده كفايه قوي عليه شهر 6 الجاي، مع السلامه. وانا سامع ان الاهلي عايز يديله مبلغ الشهرين الجايين بقيه الدوري. وكمان ايه، المدير مش عاجبه او الوكيل بتاع موز مش عاجبه المبلغ. لا يا عم خلاص كده كفايه عليك قوي يا باشا، اتكل على الله كده في شهر 6. كفايه يعني ايه موتس كده، ويعني كولر يعني خلاص، يعني انت يعني خليتنا خلاص قضينا بامانه يعني. فمحمود كهربا النهارده يا جماعه، طبعا انا عارف محمود كهربا مش في مستواه طبعا عشان هو بعيد عن المباريات، يعني انا صعبان عليه محمود كهربا بامانه، يعني ازاي لعيب زي موديس ده يا جماعه بيلعب اساسي ومحمود كهربا بره؟ يعني محمود كهربا لو في نص مستواه احسن من موديس بكتير يعني. فان شاء الله خلاص كده محمود كهربا بيلعب اساسي النهارده، وان شاء الله الاهلي بالتوفيق النهارده للنادي الاهلي. برضو عايز اتكلم برضو عن نقطتين مهمين برضو في حكايه زين الدين بن عيد يا جماعه. زين الدين بن عيد يا جماعه الاهلي لسه في الصفقه لسه ما فشلتش، الصفقه الاهلي لسه فيها. النادي البلجيكي كان قريب جدا قريب جدا من اللعيب، بس الاهلي دخل في الصفقه بقوه. انا عارف النادي الاهلي مبلغ اللي دفعه، المبلغ اللي عرضه النادي الاهلي اقوى بكتير من او اكبر بكتير من النادي البلجيكي. والاهلي بيحاول يقنع زين الدين اللي يمضي في النادي الاهلي. الاهلي برضو داخل في صفقه اياد العسقلاني وبقوه، واقنع اللعيب اللي يبغى يمضي في النادي الاهلي، بس لسه بيتكلم مع النادي الروسي اللي يشوف بقى هيجيبوا هيشتريه ولا يجيبوا اعاره بنيه البيع. فالاهلي عايز طبعا كل اتكلم لجنه التخطيط عايز 2 مدافعين 2 مساكين، وعايز 2 مهاجمين، واحد اجنبي وواحد مصري. ف
كولر طبعا طالب الاتنين دول بالاسم، يضع عسقلاني وزين الدين بالعيد، وان شاء الله زين الدين ويضع عسقلاني ان شاء الله في النادي الاهلي الموسم الجاي. ومتنسوش يا جماعه الاشتراك في قناه كوره مع الزنفولي على اليوتيوب، او قناتي في قناه محمود الزنفولي على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.